بعدها بيروح لهم الدكتور البيطري بحجة انه يطمن على الكلب، وجورج بيوديه للقفص يشوفه، وبيكون راسم خطة علشان ياخد الكلب، بيقطع هدومه وبيغرق نفسه دم وبيحط كمان على الكلب علشان يفهمهم انه مسعور وهجم عليه، وبيقعد يصرخ وجورج وأليس بيخرجوا على صوته. وإيميلي بتكون واقفة في الشباك وشايفة كل اللي بيحصل، بس للأسف محدش بيصدقها لأنها لسه طفلة، وفكروها بتكذب علشان بتحب الكلب ومش عاوزاه يمشي. وطبعا الدكتور بيهدد جورج لو ما وداش الكلب العيادة علشان يعدموه هيبلغ عنه الشرطة. وإيميلي بتبقى قاعدة في الأوضة تبكي، وجورج بياخد الكلب علشان يوديه للدكتور، وطبعا دي فرصة بالنسبة له لأنه أصلا ما كانش عاوز الكلب وعاوز يتخلص منه. وبيوصل العيادة والدكتور بيمثل إنه متعور وبيغير على الجرح قدامه، وبيديله الطوق بتاع الكلب هدية. ولما بيرجع البيت بيكونوا كلهم زعلانين واتهموه انه قتل الكلب، والدكتور بيكلم اللي معاه علشان ياخدوا الكلب وبيودوه للمعمل السري بتاعه علشان في الصبح يعمل عليه التجربة. وأليس بتقنع جوزها